اسمي الثلاثي محمود علي خليف. اسمي الحركي هوجر. مواليد 1998. الصور دير الزور. أنا الابن الوسطي، دارس للصف السابع. أبوي كان شرطي طبعا متقاعد. احنا 6 شباب. وضعنا المادي كان يعني وسطي ماشي الحال. درست بالمدرسة. الحياة طبعا كانت معروفة يعني شلون إنه حياة بسيطة يعني عايشينها. طبعا أنا ظليت أدرس تقريبا للصف السابع. بلشت صار طبعا أحداث بسوريا. طبعا هنا كانوا أهلي، أنا كنت عند ما يقول أجدادي إحنا نقول لهم. أهلي كانوا بالشام، أنا كنت بالصور أدرس. طبعا صارت الأحداث بوقتها، يعني كان حتى أحداث كان عندنا امتحانات يعني. طبعا أنا هنا صارت الأحداث حتى وقفت عندنا مثلا المدارس والهاي. طبعا أنا رحت على الشام على أهلي وقمت أشتغل أعمال حرة يعني معامل ما معامل. كان طبعا هنا كان بيتنا إيجار. كان عندي زاد أخ مرضان بالسرطان. أخي مو صغير أكبر منه يعني. إحنا كنا نشتغل طبعا 3 شباب. وكان عندي أبوي متقاعد زاد، كان شرطي. مصاريف علاج وهاي يعني صار وضعنا سيء. يعني ظلينا على حالة هاي هيك نشتغل يعني. طبعا كنا قمنا نشتغل في سبيل مشان أخوي، إنه أخوي كان مرضان يعني الهيك. إلا تقريبا طلبنا على الجيش، صرنا للخدمة يعني. طبعا هنا كان عندي ابن عم، هو كان يدرس شريعة بالشام. تعرف أيام الأحداث صارت ما تقول عليهم العين يعني. هنا ابن عمي طبعا اعتقلوه النظام. هنا احنا كشينا طبعا بالأمور هاي يعني. حتى احنا انطلبنا جيش ولا أحد منا خدم. اضطرينا نرجع على المناطق هاي اللي جاي. طبعا هن ظلوا غادي أهلي. جيت أنا وإخواني أكبر مني 2. زاد اشتغلنا هنا أعمال حرة. كانت أيام صار نفط وما نفط وهالشغلات هاي هيك. قمنا اشتغلنا طبعا هين بال 2012 2013 طبعا. شو اشتغل طبعا نشتغل هنا عند خوال إلي. بلشت الدواعش طبعا يفوتون من اتجاه العراق على الشداد هيك. طبعا صارت الأمور هاي، فاتوا على المناطق هاي، فاتوا عندنا. طبعا فاتوا عندنا المناطق هاي واخذوها. طبعا بين من عندنا من المنطقة انتسبوا لهم، صاروا معهم يعني. كون أبوي كان شرطي متقاعد بالنظام، تعرضنا لمضايقات يعني. إنه أبوك كان بالنظام يعني أحيانا يداهمونا على البيت إحنا يعني. أبوي بالنظام، إحنا أبوي متقاعد. طبعا أبوي تقاعد من زمان يعني، حتى قبل حتى الأحداث تعرضنا للمضايقة. هين بال 2014 طبعا بلشوا أول ما مشت الرفاق باتجاه المناطق هاي. طبعا فتنا على الحسكة. كنا مخيرين يعني نقدر نطلع مثلا على الشام أو على يعني حتى ساعتها مثلا نقدر نطلع برات سوريا يعني صراحة. تقريبا ظلينا بالحسكة شي حوالي شهرين شذان. قمت أنا أول ما انتسبت أنا للرفاق بالحسكة بمشيرفة. طبعا انتسبت. سويت طبعا دورة سياسية وعسكرية بمحطة المياه تصفية بالحسكة. طبعا الحكي هذا بال 2016. تجمع الرفاق حطونا بالتجمع. التصفية هاي التصفية يقولون يمكن.
جمعنا ما في 4 5 أيام ورفاق كنا بشكل. طبعا أنا يعني الوحيد كنت من دير الزور، إنه كان نفوسي دير الزور في الأيام هذيك، وبي رفاق كانوا معانا مشكلين حسك من تل تمر من هالمناطق هاي. طبعا قلت لي صار شي 4 5 أيام هيك بلش بلشت الدورة. جو مثلا ناقشوا معانا الرفاق إنه شلون الدورة مشان إيش جاي على الأساس هذا يعني. إيه ما في مشكلة، وفزنا بالدورة. طبعًا فزنا بالدورة كنا يعني رفاق. طبعًا أنا صراحة أول ما دخلت يعني ما أعرف حدا يعني. تعاشرنا مع الرفاق. آآ طبعًا يعني صار عندنا برنامج يومي، إنه عندنا برنامج ضمن هالدورة تدريبنا العسكري. طبعًا الصبح نطلع عسكري تدريب، والمسا عندنا السياسي. طبعًا الدروس كنا ناخذها يعني صراحةً ما بعمرنا ما إنها شايفينها وآخذينها. أول ما يعني أول شي صار في تناقض، الواحد يعني فكرة جديدة عليه يعني، وإنسان يعني اللي يفهم المعنى المضبوط هنا يصير عندنا شلون يعني. طبعًا الإنسان اللي يفكر بيها مضبوط ويعني يقتنع بالشي هذا راح يرتاح طبعًا. وصار عندنا ما نقول لك تناقض. طبعًا أني شلون أول ما فزت بالدورة قلت يعني شلون كنت مثل يعني شلون أحس حالي مثل الغريب يعني، هيك ذا الأمور هاي. بالعكس الرفاق يعني كانوا يتقربوا مني كثير وصرنا نتخاطب. أما بالنسبة للمشاركة يعني مشاركتي كانت جيدة يعني. أخذنا مثلًا حقيقة القيادة عندنا المجلد الخامس طبعًا. يعني أفكار القائد إنه كان الإنسان بس إنه يفهم المعنى صح يعني. يعني الأمور السياسية طبعًا الصراحة يعني مو أي إنسان يقدر يجمع أفكاره. إحنا ما أخذت طبعًا أخذت الفكرة الأساس يعني هاي. وبالنسبة للرفاق بالعكس كنا جمعتنا حلوة. حتى طبعًا هنا تم فرز إحنا كنا مهاجع. طبعًا أنا فرزوني على رئيس مهاجع طبعًا. طبعًا هنا بعد ما خلصنا الدورة فرزنا على ما تعتذروا طابور الشهيد ريناس. آآ فرزنا غادي أنا و4 رفاق معي كانوا. بعدها بلشت حملة يقولوها حملة أبو خشب، شاركنا بيها. كان هدفنا إنه نقضب طريق المتجه على الرقة، باتجاه الرقة. طبعًا الحملة كانت نقاطنا صحراء، يعني حتى بيوت ما كان فيه. كان مثلًا يجيبوا لنا خيم. الجو كان شتا صراحةً يعني كان مطر، يعني كنا حتى الخيم علينا تطوف، يعني بعز المطر أحيانًا يعني معروف ليلة الشتاء الظل أظلم. طبعًا ظلينا تقريبًا المحور هذا شي 13 يوم على الشكل هذا. بعدها إجت قوات ثانية استلمت مكانه، نزلنا إجازة 5 أيام 5 أيام طبعًا. طبعًا هنا كانت القوات الثانية كاملة لحد الجزرات تفصل بين دير الزور والرقة. ردينا إحنا نزلنا 5 أيام إجازة طبعًا والتحقنا. طبعًا المناطق ذي زاد أني أول مرة أفوت بيها صراحةً يعني بعمري ماني فايت بيها. إحنا كان جروبنا جروب صادرية طبعًا نفوت. بلشنا طبعًا من الجزرات
حملات للرقة السمرة يقولوا له. طبعا نفوت، احنا كنا نفوت تقريبا الفجر، يعني حتى وقت كنا نفوت على القرى، أهل القرى نفسهم ما كانوا يعرفون نفوت. طبعا ما أول مرة فتنا به عن طريق ترى بالسكة، سكة القطار، ثبتنا فيها نقطة تقريبا 4 الفجر 5 اتجاه السكة. فتنا حتى القرية يعني ما كانوا يدروا بينا، يعني حتى الدواعش كانوا يبيه ما يدرون بينا. طبعا قعدنا بالنقطة ما في إلا نسمع في صوت موتور يعني جاي. طبعا الحرس نادى قال به موتور جاي يمشي مع السكة. طبعا الموتور عليه 2 كانوا يلبسون فروات ويلفون وجوههم كان بشان احنا نقول يشمر. طبعا هذول ما يعرفون بينا انه احنا كنا بالنقطة. طبعا صار بيناتنا ما تقول اختلاف بالرأي، ناس تقول مدنيين ناس تقول داعش. قام واحد من الرفاق اللي معنا ضرب فوقهم 3 طلقات جو. هذول دغري ايش سووا؟ زتوا حالهم من المطار وزتوا الفروات، وأثاري لابسين سلاحهم جو الفرو. طبعا واحد مباشر الرفاق ضربوه، طبعا جاء طلقه براسه، الثاني لا مطعن برجله. طبعا وقت حسوا بينا طبعا بستان زيتون بجنبنا. البستان هذا طبعا الدواش ما عاد نعرف منين طلعوا علينا صراحة يعني. صار بيناتنا اشتباك، هذاك سحبوه طبعا انطعن، هذا ظل بمكانه طبعا، وصار اشتباك بنفس الوقت، يعني صار اشتباك تقريبا ما يقارب 2.5 ساعة. صار عندهم هم انسحاب طبعا. بعد ما انسحبوا طبعا رحنا على هذا اللي لقيناه مقتول. طبعا لقيناه شال بطاقة، طبعا هو كان أمير طبعا صراحة، أمير الخط. طبعا كان المسؤول على الخط الجبهة بالمنطقة ذيش، حتى يعلم الله كان هو يمكن يا حمص يا حمون بتذكر. طبعا هنا ثبتنا بالمكان هذا، جت قوة ثانية مشت قدامنا. تقريبا احنا طبعا بالفترة هاي ظلينا شهر و13 يوم بالمكان هذا. رد بعد ما فات الرفاق قدامنا، رد فتنا احنا محور، لان احنا كنا جروب صادرية. طبعا نفوت اول شيء فتنا واحنا نمشي، طبعا احنا كنا جروبين زاد، لان اكثرية الركب بساتين زيتون. طبعا احنا هنا بالقرى لسه يعني. كان بيعدهم تيارات استطلاع على الصغار، هذا نهاريات نعمتنا ما تقول بنوب. طبعا حتى خزانات المي عندنا كان فوق يضربون في حال في سبيل ما يظل عندنا مي. طبعا طبعا فتنا بالمحور هذا الثاني، فتنا تقريبا صرنا بين بستان زيتون قرية، صار بينات المسافة والمسافة هاي طريقة ما تقول أرض سهلة طبعا يعني فاضي. زاد فتنا بالهاي أثارينا وقعنا بكمين. طبعا انصاب عندنا طبعا رفيق مباشر ومكانه. احنا هنا اضطرينا شو نسوي بيه؟ طبعا تقريبا كان بيه حائط معمرين، يمكن
حوالي نص متر متر هيك. اضطرينا نسحب حالنا لورا في سبيل ما عاد نعرف طبعا صراحة الضرب منين يجينا، لأن صرنا ما تقول بنصهم. اضطرينا نرجع لورا تا قمنا نغطي مش نغطي في سبيل. كان في عندنا رفيق طبعا جت إصابته برجله هو، سحبنا طبعا المصاب. اضطرينا نحتمي ببيت لبين ما هد اشتباك طبعا. هنا وقت صار عندنا طبعا رفيق مصاب، خلونا مثلا احنا نثبت بالمنطقة اللي كنا فيها. جابوا قوات ثانية فاتت بدانا. طبعا ظلينا هذا الحكي تقريبا يعني المناطق طبعا انا اعرف كنت حافظها الرقة السمراء هاي حافظهم، بس بي قرى كثيرة طبعا ماني حافظ اسمها. احنا ظلينا طبعا ماشيين بالحملة المنطقة اسمها الكرامة. الكرامة بالرقة. طبعا هذه المنطقة واجهنا بها صعوبات طبعا صراحة حيل، يعني من ناحية مسيراتهم طبعا. أحيانا طبعا مسيرات هاي بالنهار شغالة يومية طبعا. هذا مدفع هذا مدفع كان يضربنا بالليل طبعا، هذا شغلته يضربنا بالليل والمسيرات بالنهار. طبعا هنا كله مشي طبعا صراحة، يعني السيارات ما تقدر تفوت. كل المشي يعني الشغلات هاي كلها كنا مشي مشي طبعا. ظلينا لحد الكرامة طبعا. قلت لك ظلينا شهر و13 يوم. بعدين جت قوة ثانية استلمت مكاننا واحنا انسحبنا. خلصت الحملة، ظليت شهر و13 يوم. قام انفرزت على قوات العزاوي. طبعا كنت طبعا أنا انفرزت على قوات العزاوي، هم يقولوا الشدادي طبعا. طبعا أخذنا قوات رجعنا على الرقة. طبعا فتنا بالمناطق كان بمنطقة هاي الفتنة بيها طبعا هاي عجزت القوات بشكل عام. المشلب، حي المشلب، يعني صراحة كنا مثلا طبعا شلون هي صعبت علينا، لأن كله كان أبنية وأنفاق على بعض مفتوحة على بعض طبعا. والله فتنا من نفق النفق. طبعا احنا جابونا الظهر الحكي هذا ظل ما بين التمت القوات ومحاور ثانية. صارت الدنيا ليل يعني عند تقريبا أذان المغرب. فتنا على بيت، طبعا البيت الفوت عليه ما شاء الله مفتوح أنفاق من كل مكان. طبعا الدنيا ليل ما حد يشوف الثاني. أثار البيت الفتنة عليه فيه احنا كانوا فيه دواش. احنا مباشرة طبعا ايش سوينا؟ انسحبنا من البيت. بحستهم هم طبعا البيوت مو فاتحين انفاق على البيوت على بعض. هم حسوا قام طلعوا من البيت. هم طلعوا طبعا 5. اعطانا قوردينة البيت، ضربت البيت اللي بيه هم. طبعا احنا بنفس المكان ثبتنا نقطة. طبعا كان عندنا نقطتين، نقطة بالمكان هذا ونقطة قدام تقريبا بشي 1 كيلو. طبعا المنطقة هاي يعني صراحة كنا خاصي هذا حي المشلب بالنهار كنا نسيطر عليه وبالليل يجي يسيطرون عليه. يعني صراحة صار بي قتال قوي وراح يعني حد شهداء كثير. طبعا هم ايش سووا هنا؟ فتحوا الميكروفونات البرانية. طبعا هو مو يقرأ ويردون ورا. طبعا من حكيهم هاي تبينوا معانا انه كثيرين حيل بالجامعة. ممنوع هذا الشيء وممنوع حتى احنا نضرب عليه. ساعتها هم كانوا محاشدين. طبعا كان بي عندهم نفق يفوت مصفحة كاملة. طبعا يجيبوا جروبات يفوت من تحت الأرض يفضي باتجاه محورنا طبعا. وبلش الهجوم علينا. ساعتها صراحة صار علينا هجوم قوي، يعني أهاون يشتغل علينا.
طبعًا رجعنا قدّمنا أخذنا حي المشلب هذا هو الوحيد اللي وقف. طبعًا هنا ظل على تحرير الرقة يقولون الملعب الأسود. صارت عندنا حملة بنفس الوقت، صارت عندنا حملة دير الزور. أنا جيت تقريبًا ريّعت يجوز 3 أيام 4 ردّ طلعت حملة باتجاه دير الزور. الجروب ثبتناه تقريبًا فوق الصور. طبعًا كان ذات طريق صحراء يعني كان شنو ما بيحطوا بيوت، يعني أنا كنا قاعدين بغرفة يجوز 3 4 أمتار ما لها سقف. كنا شنو نحط خيم. النقطة الأولى من اتجاه الصور هجمت عليهم 3 مصفحات مفخخة طبعًا. انفتح عندنا زاد بنفس الوقت حملة من اتجاه الفطقمي هي تابعة للشدادي طبعًا. شارك زاد رجعت شاركت بيها. طبعًا رحت أني بساعتها يعني حتى ما كان عندي لأن كان عندنا 4 جروبات بالدير وكان عندنا قوات بالرقة. كان معي بس جروبين. طبعًا من ضمن الجروب فتت أني وكانوا معاي تقريبًا شي 9. طبعًا الطريق المزروع طبعًا كله ألقام كان زارعينه ألقام سلك هذا. صار علينا اشتباك. أنا والرفيقة كان معي يعني تقبينا ورا التبتة تراباية. طبعًا الرفاق قاموا يخطفونا من اتجاه النقطة الثانية. إحنا اضطرينا ننسحب نرجع رجوع لفينا لف رجعنا على النقطة. ظلينا مشتبكين 2.5 ساعة. طبعًا هاون يضرب علينا، ضربونا بحشوات قاذف. طبعًا هنا كنا منهم 6 ظل منهم واحد طبعًا طيب. زدت سلاح وانسحب. فات علي طبعًا يصرخ ونقول له جتنا مفخخة. البيت لا ساتر ولا شيء يعني أرض سهلة. راح باتجاه الثاني. أنا وقت طلعت تشوف وين من الباب الثاني هي نزلت عزفت باتجاهنا. طلعنا وضربنا عليه ما نحصل بيه، نعرف المفخخ ما يتحصل بيه بالطلق. قمنا هنا ايش سوينا بيه أرضه فلاحة وجوار. قلت لهم هنا كل من يطلع يروح اتجاه القاع هاي لأن هي مو وزنها ثقيل. أنا أسمع وكنت حتى يعني من كثر من حالة لها صريج يعني نقول إحنا. فاتت علينا وقت انتشرنا وما عاد عارف يلحق منه صراحة. قام واسطها حط السيارة المفخخ حطها بنصنا. يعني صار ما عاد يعرف هو يلحق لأن إحنا انتشرنا اتجهنا كل منو راح يركض بطريق صراحة لأن قاع سهلة يعني ما عاد بيحتمي بيه. وقت حطها هنا واسطها بنصنا وفجر. طبعًا أنا جيت وقت هنا الانفجار صار بظهري. طبعًا هنا بالحكي هذا يعني تحط يدك شلون قدامك ما تشوف من الدخان الأسود. هنا فكرت بس حالي يعني طيب يعني صراحة من قوي الانفجار. وقفت يجوز ثاني ما بيه ثاني عشان وقفت على رجلي يعني حسبت حالي ما بيه شي طبعًا. أحس شي حارش كان قام ينزل على جسمي. طبعًا جتني شظية براسي من ورا جنبية شظايا فاتن بي من ورا. طبعًا إيدي انبترت مباشر هي والبارودة صراحة. البارودة من قدام هي وسرطانتها طارت. هنا رجعت يعني انقمع علي صراحة. فاتت الشظية طبعًا فاتت جوا لعبت بمعاي هي اللي أثرت علي صراحة. ما بخلال ثواني أسمع واحد يناديني. يعني طبعًا ينادوني محمود اسمي. رفعت له يدي أنا هنا طبعًا على صافح مرتشي. التذيت بإيش كان بيه حايط شوية لبن. ارتجيت حالي عليه طبعًا. وقت دحقت أني كنت أدور الباروتة لأن هنا بعد ما انفجرت عليهم مفخخة رجعوا تقدموا علينا. دحقت على البارودة مقصوصة قصتها الشظية. جه هذا طبعًا هذا الرفيق اللي معاي جه علي يقول لي الرفيق الثاني جته شظية براسه طبعًا فتحت راسه من جنب يفكرني ما بي شي. وقت دحق علي قام هو ايش سوى فك يشمره يقول له قاعد بسدي. وقت تقدموا علينا طبعًا أول ما جو علينا طبعًا 2 موتور
وقت هم فكرونا خالص إنه ما ظل منا طيب. طبعًا إحنا بطلعتنا من البيت أثاري واحد ظال بالبيت، ما يعرف شو السالفة، يعني ما يعرف شنو صاير. وقت طلع وشافنا يعني كله الرفاق كله يعني مضرب وهاي، قام طبعًا قام يضرب من كل شباك كذا طلقة. هنا هم شنو صار عندهم عرفوا إنه لسه إحنا طيبين، يعني ما حد منا لسه بيه حدا طيب. هنا جم علينا اثنين الموتور، قام هذا كان قاعد بسد يضربهم قلبهم من الموتور. هذول جنب اثنين أني واعي عليهم. طبعًا هذولاك وقت شافوا إنه لسه بيه رفاق قاعدة تقاوم آآ انسحبوا يعني رجعوا. بيه رفيق استشهد معانا، هذا جت إصابته براسه، والرفيق كان معاي جته شظية طبعًا بإذنه ما عاد يسمع زين. بس أنا ما تقول وضعي كان أحرج شي. فاتت علينا السيارة طبعًا شاص، حطوني بيها الرفاق. بعد ما بي مشيت يجوز 50 متر فاتت علي زاد السيارة، نزلوني من لين بيه رفاق ثاني بدهم يرجعوا يجيبونه. إيه حطوني لأن كان هالسيارات يعني ما ينفع لأن كان عندنا كذا حملة. بتويتا جابوني على المشفى الشدادي طبعًا هنا قبل ما تصير المشفى كان بيعودهم تقريبًا غرفة غرفتين. إسعافات أولية طبعًا، سووا لي إسعافات أولية، حطوني بسيارة إسعاف على الحسكة. فهو من تقريبًا من وصلت الحسكة يجوز بنجوني هيك ما بين 5 دقائق فوتوني على غرفة العمليات. طلعوا مني شظايا طبعًا أنا بداخلي كانت، لأن هي كانت مأثرة علي، لأن صابت عندي الكبد والكلى والمثانة، هاي جتني شظية. طبعًا شظية جت براسي فتحت راسي من ورا. إيدي لأ مثل ما هي قصة واحدة. سووا لي عملية وطبعًا صراحة يعني عانينا بالمشفى وبعد إصابة وإنسان تتعب نفسيته يعني شلون كان وشلون صار من الأمور هاي. ظليت طبعًا بالمشفى طبعًا كل فترة كان مثل إلي أختين زاد وولاد عمه وولاد عمه ييجوا يزوروني على المشفى يطمنون على وضعي. هيك ظليت طبعًا المشفى ما قصروا كمان. من بعدها يعني تلقيت علاجي خالص. كان في بيت جرحى نقلوني الرفاق عليه طبعًا. طبعًا هنا إحنا نكون لجوجين إحنا بس نريد نروح على البيت. ظليت بيه تقريبًا شي يجوز نهارين 3 وبعدين رحت على البيت. طبعًا قمت آخذ علاجي أروح مثلًا راجع على المشفى. لهيك لحد ما استقر وضعي ومشى حالي. بعدين رجعت على إصابتي هاي أنا رجعت على عملي طبعًا. الحين طبعًا كان قبل ما يتشكل الأفواج كنا طوابير طبعًا. رجعت على عملي لأن ما كان الرفاق ما كان في مثلًا بيت جرحى والأمور. رجعت على رأس عملي ومارسته بعد إصابتي طبعًا. بعدين تلقيت دورة بأكاديمية التشييد دشتي طبعًا الدورة إيديولوجية طبعًا فكرية. طبعًا أني قلت لِك أني يعني كان عندي ما تقول معلومات من الدورة اللي أخذتها هاي. ورحت على الدورة بالعكس الدورة كانت حيل ممتازة يعني الواحد صراحةً شلون يعني يقوي حاله حيل يعني. تلقيت الدورة طبعًا كمان 45 يوم. بعدها فرزت على عمل. طبعًا هنا أوجه للرفاق إنه يعني نكون إيد واحدة إحنا كرفاق. واحدنا يكمل الثاني يعني ونكون يعني صامدين وإيد واحدة. وإن شاء الله يقول إن شاء الله نمشي للأحسن. بالنسبة للقائد أعطانا فكر حيل يعني فكر جيد. ويعني مع إنه هو مسجون طبعًا يعني هو مسجون وقاعد يعني ما تقول
يناظر هو بسجن، وإحنا ما إحنا يعني إحنا كرفاق جرعى يعني إحنا لازم نقوم بأكثر و ونطبّق نهج القائد يعني لأن نهج القائد هو الذي هو راح يوصّلنا للشي الصح يعني والحياة مستقرة.